مسألة ضلع الزهراء عليه السلام هذه قضية تاريخية، لا قضية متصلة بالعقيدة، ولا فيها تبرئة لأحد ممن ظلموا الزهراء وظلموا عليا عليه السلام. قضية تاريخية. يمكن بعض العلماء يقولوا أنه صار في كسر ضلع، بعضنا ما صار. وكل ما تحدثت به من الأول بشكل خاص جدا هو أني عندي تساؤلات في هالمقام، ولم أقل لم يحدث ذلك. قلت تساؤلات، يعني مثلا هلا أنت إذا كل واحد إذا هجم على زوجتك وريد يضربها، تقعد ببيتك بغرفة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تهجم على الذي جاي يضرب زوجتك؟ هلا كل واحد منكم زوجتك، أمك، أختك، إذا قعدت في بيتك وثلاثة بيضربوها شو بيقولوا عنك الناس؟ بيقولوا بطل. علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا الرجل يزوخ الأبطال، يترك الجماعة يهجمون على الزهراء عليه وهي بنت رسول الله ووديعة رسول الله عنده بهذا الشكل، وقاعد بالبيت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي واحد يقبلها على نفسه معه؟ واحد احنا بدنا الآخرين يسألونا بدنا نجاوب. أي واحد. ثم بالبيت تعرفوا مين كان؟ كل بني هاشم كانوا موجودين بالبيت، وأمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب كان عم النبي كان موجود، والزبير كان موجود. إذن حول الجماعة يسمعوا صراخ الزهراء وقاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نسمع؟ اثنين، ليش الزهراء تفتح البيت باب؟ جماعة جايين يهجموا، افتحوا هالبيت ولا احرقنا عليكم النار. ليش بدها تطلع هي؟ الزهراء المخدرة، الزهراء اللي مفقع بالحدا، الزهراء اللي ما بتشوف حدا. كيف يعني يمكن هذا؟ انها هي تطلع تفتح الباب والامام علي وهول بني هاشم وكلهم وعندها جاريتها فضة، عندها جارية موجودة فضة ما تفتح الباب. هلا انت اذا كنت موجودين بالبيت وكذا وزوجتك موجودة ودقوا الباب، خصوصا اذا اجوا امن بدهم يعتقلوك وكذا، تقول لمرتك انت تطلعي. ثم هن جايين يعتقلوا علي عليه السلام، مش جايين للزهراء. ثم هالناس الذي جابهم عمر للبيت حتى يحرقوا البيت كما كان يقول، قالوا له كيف جايبنا انت ان فيها فاطمة؟ قال وين افضل فاطمة؟ جايين نعتقل علي بن ابي طالب. انا كل ما كنت اقول يا جماعة اذا بدكم تقولوا يعني الامام علي جبان، يعني الامام علي ما عنده غيرة، تقولوا ان النبي اوصاه بان ما يفتح معركة ضد الخلافة. الخلافة ما يحسن معركة، مش ما يدافع عن زوجته. انا كل ما عندي مشكلة بعض الناس ما مستعدين يفكروا. كل ما عندي ما اقوله هناك، يعني لما بقدر اقول ما صار، يعني ما عندي حجة انه ما صار هالشيء، لكن في علامات استفهام. الشيء اللي ما بيقبله اي واحد منكم بالنسبة الى موقفه مع زوجته، كيف تقبلوا لي علي بن ابي طالب مجدد الابطال وكذا؟ كيف تقبلوا هالشيء؟